يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز. اليوم النهاردة بقى من الايام اللي بحبها قوي عشان بيكون فيها حاجات كتير كده وهنعمل حاجات كتير قوي مع بعض. فتعالوا بقى نبدأ اليوم النهاردة واقول لكم عملت ايه. اول حاجة، اول ما صحيت طبعا ما كانش ليا نفس افطر، فعملت اكتر حاجة بحبها هي الايس كوفي. شربته بقى وبدأت اشوف اليوم بيقول ايه. اول حاجة كان عندي شوية غسيل على المنشر فلميتهم وطبقتهم ورجعتهم مكانهم تاني للدولاب. بعد كده شغلت الغسالة بقى على الغسيل اللي كان عايز يتغسل. وبعد كده بقى بدأت احضر في الغدا. النهاردة كنت عايزة اعمل فراخ بروست. فاول حاجة شوحت الفراخ كده وسلقتها الاول، انا بسلق الفراخ مش بقليها على طول، بسلقها عشان اضمن ان هي تكون مستوية من جوه. بعد كده بقى قبل ما الغسالة تخلص ب10 دقايق بحط المنعم ده بتاع اوكسي، وانا بستخدم اوكسي جل وبودر عشان سألتوني كتير قوي. بعد كده خدت شاور بقى عشان الجو كان حر جدا، وبدأت ارتب في اوضة الكنب كده علشان كانت منكوشة والكوشن كده كل حاجة في حتة، فرتبتها ورجعت كل حاجة مكانها ونفضت الكنب وعطرتها. وكنت بقى خلاص فرهدت فقلت اخد كده بريك واخد بسكوت. وبعد كده بقى كنت عايزة اعمل تومية مع الفراخ، فحطيت معلقتين كبار نشا عليهم نص كوباية مية وبندوب النشا كويس قوي قبل ما نرفعها على النار. بعد كده بقى برفعها على النار، واول ما تبتدي تكتل كده بطفي عليها، وده بيكون القوام بتاعها. بعد كده بقى في الكبة هنحط بقى معلقة توم صغيرة مفرومة، وهحط كوباية زبادي او نص كوباية زبادي، واحط شوية من الزيت وشوية من الملح على حسب ما انتوا عايزين، وبحط شوية شطة وممكن تستغنوا عنها وحبة لبن، وهضربهم كلهم كده بقى مع بعض في الكبة. وده بيكون القوام بتاعها. ولو عايزين القوام بتاعها يكون كريمي وحلو كده زي اللي بنشتريه من بره، صفوها بمصفى بعد ما تضربوها في الكبة، صفوها بمصفى في علبة. بعد كده بقى حضرت الخلطة اللي هعمل فيها الفراخ. حطيت بيضتين عليهم شوية لبن وشوية دقيق وشوية توابل هكتبها لكم في الستوري، وده كده القوام بتاع الخلطة بتاعتي. هبدأ بقى اقلب الفراخ بعد ما سلقتها كويس في الخلطة دي، بعد كده في الدقيق، بعد كده برجعها تاني للخلطة دي وبحطها في الدقيق. والهزة دي مهمة قوي عشان تعمل للفراخ كده كراست من بره وتطلع مقرمشة زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. بعد كده بقى الشوربة بتاعت الفراخ دي طبعا مش هرميها، انا هعمل بيها مرقة دجاج. فطلعت طماطم بصل وكوسة وجزر وبطاطساية كده وحطيتهم في الشوربة وسبتهم يغلوا لحد ما يستووا خالص. كانت الغسالة بقى خلصت فنشرت الغسيل كمان بالمرة. وكنت عايزة اعمل باتيه كده بالجبنة، فقلت اخش اعجنه كده بالمرة، فحطيت الدقيق وعليه السمنة، وهكتب لكم كل المكونات بتاعتها في الستوري، وعجنتها وحطيتها تتخمر. بعد كده بقى ضربت كل المكونات اللي كانت في الشوربة دي بالهاند بلندر او في الخلاط، وهحط حتة سمنة وهنزل فيها بشوية توابل كتبتها لكم قبل كده في الستوري. هحمر التوابل وبعد كده هحط بقى دقيق، وبرده هقلب الدقيق كده في التوابل ياخد تحميصة، وبعد كده هنزل عليه بالشوربة واسيبها لحد ما تتقل خالص. اول ما تتقل بقى هطفي عليها